السلام عليكم. النهارده بعمل اطعام جديد بعد شهر رمضان ما خلص. ده اول اطعام، فان شاء الله هيبقى كبير شويه، حوالي 50 اسره. عايزه اقول حاجه بس عماله افكر فيها وكده. الواحد بيتفرج على تيك توك وعلى الفيسبوك على كل حاجات التواصل الاجتماعي، لقينا الشباب والبنات مش بدأوا يعني الا من رحم ربي، طبعا في بنات محترمه. البنات والشباب بدأوا يبوظوا. مش عايزه اقول كلمه ملهاش لازمه. ولو احنا هنبص على الناس ديت، الناس دي طبقه بسيطه، طبقه عاديه زينا، يعني اتربوا زينا، زي اهالينا ما ربوا. سالت واحده بقول لها ايه، يعني امسكي شويه على بنتك شويه وغلط، والتيك توك والرقص ده غلط ومش عارفه ايه، لانها مني يعني. فقالت لي سيبيها تعيش، لازم تعيش تبقى زي العصر، وتبقى زي الناس اللي عايشه، وزي الناس. هو ده جيلها وهو ده حياتها وهو ده كده. فقعدت افتكر ابويا. انا بقى ابويا، انا عندي بنوته، فبربي البنوته زي ما ابويا رباني. هو صعب وغلط، يعني انا عارفه ان هي طريقه تربيتي غلط شويه. فالمهم قعدت، كان ابويا زمان وانا بقى 14، والسن بقى بتاع العجرفه وبتاع البنات والكلام ده، لا انا عايزه البس البلوزه جوه البنطلون، البلوزه جوه الجيبه، عايزه البس ضيق، عايزه البس قصير، عايزه امشي اضحك. وكنت بمشي فعلا بعمل كده، كنت بمشي اضحك من ورا بابا في الشارع، كنت بمشي اكلم اصحابي بصوت عالي، وكنت بمشي اكل المستيكه، وكنت بعمل كل الحاجات الغلط من ورا بابا. بس بابا عارف ان بنته ملاك بتسمع الكلام، لكن انا كنت بعمل الغلط اكيد يعني. فبابا كان طول الوقت ما كنتش فاهمه اللي هو بيقول لي، اللي بتاكل مستيكه في الشارع وتمشي تتندغ باللبانه ابوها مش راجل، ما عندهاش راجل في بيتها. اللي تمشي محزقه ولابسه قصير، اللي تمشي محزقه في الشارع ابوها مش راجل، ما فيش في بيتها راجل. اللي تمشي صوتها عالي وتضحك بصوت عالي، انا عايزاكي يا يارا تبقي مركزه في الكلام اللي انا بقوله. اللي تمشي وتضحك بصوت عالي بيقولوا عليها ادفعوا عليها وعلى اللي رباه. فبابا كان دايما طول الوقت اسطوانه بيقولها، هي الاسطوانه. انا طبعا ما كنتش مقتنعه، انا عايزه اعيش، وخدي بالك يا يارا، انا عايزه اعيش وعايزه اعمل. فبدات كبرت وكبرت، بقيت اشوف الناس في الشارع، والفجر بتاع البنات، وقله الادب بتاعت الشباب، وعدم الحياء، وعدم الاختشاء، بسبب قالت انا طلعت معقده من ابوكي. لا يا حبيبتي، انت ما طلعتيش معقده من ابوكي، انت ابوكي رباكي. انت ابوكي رباكي صح، بس انت مش عارفه تربي. قلتي لا ما احرمش بنتي من اللي اتعمل فيا. تحرموها ايه؟ ده انتوا طلعتوا جيل زباله، طلعتوا جيل فاشل، طلعتوا جيل ما يعرفش يعني ايه ربنا ولا يعني ايه احترام. بقيت ماشيه دلوقتي اقول، انا دلوقتي بقيت امشي في الشارع اقول كلام ابويا، ادفعوا عليكي وعلى رباكي، انت بيتك ما فيهوش راجل. اما تبقى البنت ماشيه كل جسمها باين وكل حيائها باين، ايه يا نهار اسود؟ ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ ارجعوا لربنا، ارجعوا لربنا. البسوا قصير والبسوا بس واسع، داروا الشعر، علموا بناتكم ان انت بنت. انا دايما اقول ليارا، انت ملكان معروضه في الشارع، على حسب ما انت ماشيه في الشارع انت ملكان معروضه، على حسب ما طريقتك وعلى حسب مشيك وعلى حسب كده هيجي لنا واحد بنفس الطريقه اللي انت ماشيه بيها. لو انت محترمه هيجي لنا واحد محترم، لو انت مش محترمه هيجي لنا واحد مش محترم، واحد مش مؤدب، واحد مش متربي. فلازم كده علموا بناتكم. صدقوني الادب فضلوه عن العلم، والله العظيم. الامهات في غفله والابهات في غفله، عشان يبقوا عيالهم حلوين والكلام ده، بوظوا عيالهم وبوظوا جيل. للاسف يا جماعه، احنا مش مجبورين نستحمل وقاحه وقذاره كل ام ما عرفتش تربي، قذاره كل اب ما عرفش يربي. بتتعلموا من الفنانين دول يعني اهل النار، بعريهم بعدم حيائهم، بعدم اختشائهم. علموا ولادكم بالله عليكم الرحمه والانسانيه فيهم قبل ما تبقى في غيرهم. كملوا بقى الفيديو مع الإطعام. كفايه كده.